صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وصحة. النهاردة عجينة واحدة هعمل منها قرص وهعمل منها ميني بيتزا، بس بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة. وهقول لكم على البدايل اللي ينفع نستخدمها بدل الحاجات اللي انا استخدمتها. هنا انا معايا كيلو دقيق منخول. اول حاجة هنا معايا كوبايتين مية، هضيف 4 معالق سكر، وهضيف كيس خميرة فورية، وهدوب الحاجات دي كلها كده مع بعض. المية من الحنفية عادي، مش دافية خالص لأن الجو حر. هدوب الخميرة والسكر في المية، هي سهلة جدا وبسيطة خالص، وهتخرج لك كمية حلوة قوي هتنفعك طول الدراسة. لو انتي مش فاضية انك تعملي سندوتشات، دي هتبقى جاهزة الولاد ياخدوها على طول. كده هركن الخميرة دي كده في المية على جنب، وهبتدي اشوف الدقيق. الدقيق هنا زي ما قلت لكم منخول. هضيف شوية ملح. الفيديو ده فيه مقاطع اتشالت منه، بس انا برضو نزلته لكم والوصفة مظبوطة. وهنا معايا حوالي كوباية قشطة. البديل بقى لكوباية القشطة، عايزة تضيفي كوباية زبادي ضيفي، عندك قشطة لبن حليب ضيفيها، ما عندكيش ده ولا ده حطي نص كوباية سمنة، مش عايزة حطي نص كوباية زيت. يعني في اكتر من حاجة ينفع تستخدميها. انا هنا استخدمت قشطة اللبن الحليب. بعد كده اما القشطة اختفت بالعجن طبعا في الدقيق، هضيف الخميرة بتاعتي اللي في المية، وهبتدي كده اعجن. ضروري تعجنيها كويس من 5 دقايق ل7 8 دقايق كده. ولو انتي طبعا مش قادرة هتاخد منك وقت اطول شوية، بس المهم تعجنيها كويس. وممكن تحتاج سوائل اكتر، يعني انا ضفت كوبايتين في البداية، لا انا هضيف كمان كوباية. تمام كده. يعني انتي لو ما عندكيش قشطة اللبن الحليب ممكن تضيفي زبادي، ما عندكيش زبادي حطي لبن حليب، ما عندكيش لبن حليب حطي نص كوباية سمنة، حطي نص كوباية زيت. المهم ان العجينة دي هتطلع وهتبقى حلوة جدا معاكي بكل البدايل دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده بعد ما خمرت، طبعا انا هسيبها حوالي نص ساعة. هعمليها كده بكور صغيرة خالص قد البضاية كده. عايزة تكبريها كبريها، بس الحجم ده مثالي للقرصة العادية الفاضية، وكمان للميني بيتزا. وصفة سهلة وبسيطة، وزي ما قلتلكم مش هتكلفكم حاجة، كلها هتلاقيها حاجات من البيت، وهتخرج لك كمية حلوة. هتحطيها طبعا في كيس في الفريزر، وكل ما هتحتاجي هتخرجي منها وهتستخدميه على طول. عايزة تحطيه في الفرن شوية حطيه، بس انتي لو سبتيه كده من بعد خروجه من الفريزر هتحسي انه طازة وكأنك لسه عاملاه حالا. هتعمليها بنفس الطريقة كده، هتلميها من الجناب لغاية ما تبقى كورة كده مظبوطة. وطبعا انتي عينيكي ميزان تعمليهم كلهم قد بعض. لو عايزة تحشيها من جواها اي جبن او اي حاجة، في الوقت ده افرديها واحشيها وبعدين لميها. عايزة تعمليها فاضية زي ما انا عملتها، اللي يريحك. وطبعا لازم تراعي المقاس زي ما احنا شايفين كده في الصينية، ما يلزقوش في بعض، لان احنا بعد كده هنفردها زي ما هنشوف بعد كده. ضروري ضروري تراعي ان كل واحدة تكون بعيدة عن التانية شوية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا جربتها بالزبادي طلعت حلوة جدا. جربتها كمان بان انا ضفت نص كوباية سمنة، طلعت برضو حلوة. زي ما احنا شايفين كده انا سبتها ترتاح شوية، وبعد ما اسيبها ترتاح كده هبتدي زي ما احنا شايفين افردها. ضروري تسيبيها ترتاح وهي زي ما هي متقطعة. لو عايزة تضيفي بقى على الوش بتاعك، انا دهنت الوش شوية لبن. لو مش عايزة لبن ضيفي صفار بيضة وعليها شوية قهوة. مش عايزة ده ولا ده، ضيفي شوية سمنة كده على الوش بسيطة، برضو هتديكي نتيجة حلوة. عايزة ترشي سكر من فوق رشي، عايزة تحطي من جواها شوية سكر وقرفة حطي، جبن حطي. يعني في خيارات كتيرة اللي انتي تحبيه. زي ما احنا شايفين كده انا جبت شوية لبن حليب وهبتدي ادهن الوش بيها. في الأثناء دي كوني ابتديتي خلاص تشغلي الفرن بتاعك، لأنهم لازم يدخلوا على فرن سخن.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاص كده كانوا جهزوا. هنا بقى دي الميني بيتزا برضو قطعتها بنفس الطريقة. هبتدي كده افردها، وكنت مجهزة صوص البيتزا. صوص البيتزا ده سهل جدا، انتي بتحطي طماطم مضروبة في الخلاط، عليها شوية زيت زيتون، عليها فصين توم، وبترفعيهم على النار. أثناء التسوية بتضيفي شوية زعتر، وبس كده ادي صوص البيتزا جاهز، وطبعا وشوية سكر. هو ده بقى صوص البيتزا. بعد طبعا ما سبتها اختمرت وفردتها بإيدي، هبتدي بقى احط الصوص ده على الوش. الكيلو ده خرج كمية حلوة قوي، خرج حوالي 37 قطعة، ما شاء الله كانوا كتير جدا، ما بين فاضية وما بين الميني بيتزا، 37 كورة يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وطبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة لو القناة بتاعتي بتعجبكم. بعد كده ما حطيت الصوص، لو عندك جبن بس حطي، عندك فلفل الوان حطي. انا كان عندي عصاب كان جاهز وفي الفريزر ما عملتوش يعني مخصوص، حطيت كده شوية على الوش، وهحط كمان شوية فلفل الوان وكمان شوية جبن. يعني اللي موجود استخدميه، ما تعمليش حاجة مخصوص. لو جبن بس هتبقى برضو حلوة وطعمها هايل. وكمان لو انت عايزة تحطي فراخ، عايزة تحطي لانشون، اللي انت بتحبيه يعني او اللي ولادك بيفضلوا. وهنا حطيت شوية فلفل ألوان كده، ومش هياخد التسوية بتاعت العيش دون أو البيتزا، مش هتاخد وقت خالص، يعني حوالي الصينية مش هتاخد أكتر من 10-12 دقيقة. بس هي النار بتاعتها مش عالية قوي، نار متوسطة. الفرن بتاعك يعني حوالي 180 كده، وطبعا لازم يكون سخن. هضيف برضو هنا شوية جبن حلوة قوي قوي، لو انت اديتيها للولاد في المدرسة او جهزتيها للفطار. كل شوية كده ما بين حين والحين لازم تعملوا حاجات من دي عشان الولاد ما تزهقش من الساندوتشات. بس كده، وهبتدي بقى ادخلها الفرن. كده لما خرجت كانت تحفة جدا جدا، وريحتها حلوة خالص وطعمها هايل، عجينة قطنية جميلة. يا رب الفيديو يعجبكم.